بص انا جاي النهارده افكرك بجمله كده كنا بنقولها قبل كأس العالم 2018. احنا نتعادل مع الاوروجواي ونتعادل مع روسيا وكده كده ماتش السعوديه مضمون. ومين فينا ما قالش الجمله دي قبل بدايه المونديال؟ ولكن هنا السعوديه غفلتنا وغفلت الكل ولعبت مباراه للتاريخ. هي كده كده ما كانتش مباراه على الصعود، وكانت مباراه تحصيل حاصل، بس مباراه فيها احداث كتيره. تعال نشوف كده ايه اللي حصل. السعوديه بتبدا المباراه بكورتين بعاد عن المرمى. سالم الدوسري بياخد واحده من نص الملعب وبيدخل بيها وسط 5 لعيبه على طريقه ميسي، بس في الاخر بيحطها في السماء. منتخب مصر بدا يفوق، والواد عبد الله السعيد بيلعب واحده رايقه لصلاح وعلى طول بيعملها لوب من فوق الحارس، ومصر بتتقدم بالهدف الاول. وعلى راي المثل كده كده ماتش السعوديه مضمون. ما يعديش كام دقيقه وصلاح بيروح بانفراد تاني اسهل من اللي قبله، والمره دي صلاح بيتفزلك فيها وبيحطها بره. ده بدل ما ترقص الحارس يا ابو صلاح وتحطها مثلا. المهم بعد الهجمه دي تحس ان المنتخبين مش شايفين الجون اساسا، هجمات كتيره بس بدون اي فايده، لحد ما تيجي كره لتريزيجيه اللي كان ممكن يثبتها ويعمل واحده ارتو عالميه، بس بيحطها من مره واحده. ولحد دلوقتي منتخب مصر مسجل هدف ومضيع 2. المره دي تريزيجيه بيسمع الكلام وبيعمل واحده ارتو، بس ما لفتش زي ما هو عاوز. ولحد هنا فعلا الماتش كان ريح لمنتخب مصر. وهي الاخطر سلمان الفرج بيحط واحده حلوه قوي وحجازي بيطلعها من الجون. المهم الشهراني بيلبس احمد فتحي ضربه جزاء وبيخش ليها فهد المولد وبيحطها في زاويه وقويه، بس الحضري لسه زي ما هو مهما كبر في السن. كل مباراه اعملها لمصر بلاقي ان الحضري بيتالق فيها مهما كان سنه. المهم بتيجي كوره بعدها وفهد المولد بيلبس علي جبر ضربه جزاء، وللامانه ما كانش فيها ضربه جزاء لان فهد المولد كان شادد تي شيرت علي جبر الاول. والمره دي بيخش ليها سلمان الفرج وبيحطها في مرمى منتخب مصر، والنتيجه بترجع 1-1 وبيخلص الشوط الاول ونبدا الشوط الثاني. السعوديه بتضيع فرصه غريبه قدام الجون عن طريق اللاعب هتان وبتروح في السماء. تريزيجيه بيلعب كرة براسه بس بتيجي جنب القائم، والتوفيق ما كانش معاه في المباراه دي. حسين المكهاوي بيعمل كرة احسن من بتاعه تريزيجيه بس بيطلع الحضري. الرأسيات اشتغلت وكرة ركنيه للسعوديه وبتروح بالراس، بس الحضري بيتألق في سن ال40. النني بيحط واحده فوق العارضه. اخر كرة في المباراه بتروح لسالم الدوسري اللي بيحطها من زاويه صعبه قوي في الحضري، وبتخلص المباراه بفوز السعوديه 2-1. وحابب اقول لك ان ماتش السعوديه كده كده مضمون. لايك واستناني في ملخصات تانية اجمد.